وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم يا اخوانا هنتكلم عن مقارنة بسيطة ما بين أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة. يعني مشايخنا جزاهم الله خير علمونا قبل ذلك ان النون الساكنة لها 4 أحكام. هنكتبه بعد كده نبتدي نختار. إظهار. علمونا ان الميم الساكنة لها 3 أحكام بس. إظهار أيضا، ولها إدغام من نوع خاص كده، عشان كده له اسم لوحده، يعني إدغام مثلين صغير. ولها إخفاء. قبل ما نشرح هنشوف بس توزيع الأحرف. يعني الإظهار عندي 6، والإدغام 6، والإقلاب حرف 1، والإخفاء 15. الإظهار هنا عندي 26، والإدغام حرف 1، والإخفاء حرف 1. أول سؤال هيتبادر للذهن، هم ليه دول 4 ودول 3؟ أحرف هنا متوزعة إلى حد ما، هنا مش متوزعة خالص، يعني 26 في حتة، وحرف في حتة، وحرف في حتة تانية. تمام كده؟ عندنا كده إيه؟ سؤالين. طيب ليه ده اسمه كده وده ما اسموش برضه إدغام مثلين صغير؟ طيب انت هنا الإظهار ده له اسم، اسمه إظهار حلقي. الإظهار بتاع الميم اسمه إظهار شفوي. برضه ليه؟ الإخفاء ده اسمه إخفاء حقيقي، والإخفاء ده اسمه إخفاء شفوي. تعالوا نكتب الأحرف عشان كل ما نحط حاجة الدنيا هتبان أكتر. أحرف الإظهار هنا اسمه إظهار إيه؟ حلقي. يبقى أحرفه هي أحرف إيه؟ الحلق. بيخرج من الحلق كم حرف؟ 6. هما بالترتيب من تحت لفوق: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء. يبقى ده من تحت كده، من الحلق من تحت، وانا طالع لحد قبل اللسان. اقرب حاجه للسان هي الغين والخاء. احرف الادغام 6، هي احرف كلمه يرملون: الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ودول متقسمين لقسمين: ينمو في مكان، والراء واللام في مكان. حرف الإقلاب هو حرف الباء فقط. بقية الحروف هي حروف إخفاء. تمام كده؟ طيب هنا إدغام مثلين صغير. مثلين يعني زي بعض، يعني ميم بعدها ميم، يبقى هنا حرف الايه؟ الميم. الإخفاء الشفوي عند حرف الباء فقط. وهنا بقية الحروف. تمام كده؟ قلنا قبل كده، احنا كنا شرحنا النون الساكنة هنا قبل كده. قلنا قبل كده ان هنا مثلا في الادغام بيشترط ان لازم يكون النون في كلمة، والياء والواو والباء في كلمة اخرى. فلو الاثنين جم في كلمة واحدة مش هيبقى في ادغام، زي كلمة بنيان او سنوان او دنيا. بس احنا ما زلنا منتظرين ايه اللي يفسر لنا الكلام ده كله. قال اللي يفسر ده كله درس جميل قوي اسمه درس المخارج.
الميم بتخرج منين يا اخوان؟ الشفتين. الميم. الشفتين. طيب عشان اعرف اي حرف بيخرج منين بخلي الحرف ده رقم 2 في كلمة من حرفين. يعني عايز اعرف الميم فبحط قبله حرف ايا كان هذا الحرف واحط على الميم دي سكون وننطق كده مع بعض ام. وقت ما ينتهي الصوت هو ده مكان خروج الايه الحرف. فالميم بتخرج منين؟ شفتين. عشان كده الطفل الصغير اول ما بيتكلم بيقول ماما وبابا، ما بيقولش حاء مثلا. اول ما بيتكلم تخرج من الحلق هيقولها ازاي؟ بعيد عنه خالص. بل في اطفال ما بتنطقش حرف الحاء ده الا بعد 2 3 4 كمان. فالميم بتخرج من الشفتين. يعني لو قلنا كده مثلا هفترض جدلا يعني دي الشفتين وده اللسان وده الحلق. المخارج كلها يا اخوانا موجوده في الحته دي. الحلق بيخرج منه 6 احرف فلسه قايلينهم اهو: الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والشفتين عندي الميم والباء والواو والفاء. بس دول محتاجين تفصيل شويه. الميم مع الباء في نفس المكان، بتقول ام وبتقول اب. الاثنين بيخرجوا منين؟ الشفتين وهما مقفولين. الواو بتخرج منين؟ قول كده كلمه او. مضمومين. عملت ايه؟ ضميت الشفه. ايه الفرق ما بين الميم والواو؟ ضمت. لا في فرق يا باشمهندس، في فرق. او ضم الشفه. لا ما تضموه، ما اتقفلوش. اتقفلوا؟ لو اتقفلوا يجيبوها مين؟ الشفتين الواو بتخرج من الشفتين مع وجود فرجه. يعني لو عطيت القلم كده هيعدي. يعني نقول او بعكس ام واب. تمام كده؟ الفاء بتخرج منين؟ قول اف كده. منين؟ خرجت منين؟ عشان كده قليل قوي اللي بيطلع مخرج الفاء صحيح. بص معايا في مخرج الفاء. المفروض عشان انت اقول اوف بعمل كده اوف. ايه اللي حصل؟ سناني دي اللي هي اصول الثنايا العليا دي نزلت هنا. هنا ده فين؟ ده بطن الشفه السفلى. دي الشفه السفلى. ده الجزء الغائر فيها اللي هو بطنها. فالفاء بتخرج من اصول الثنايا العليا مع بطن الشفه السفلى. يبقى الاربعه دول موجودين في الشفتين. يبقى 4 و6 يبقوا كام؟ يتبقى من احرف الحروف كلها كام؟ 18. بيخرجوا منين؟ من اللسان كلهم. علشان كده اللي عايزينه يخرس ما يتكلمش بيعملوا ايه؟ بيقطعوا لسانه. هيقول ايه؟ مش هيقول غير هبه هبه اللي هي حرف الحلق، او هيقول الميم والفاء هيقولهم، بس مش هيقول اي حرف تاني. يبقى انا عندي هنا في اللسان كام؟ 18 حرف. وده اللي بيفسر لي الكلام اللي هو يعني التوزيع غير العادل هنا وهنا. ليه؟ اصل الميم موجوده هنا بره خالص. فلما جه بعدها ميم زيها بقى اسمه ادغام مثلين صغير. فإن لكم ما سألتم. لما جه بعدها باء، الباء مع الباء متجانس مع الميم لانها في نفس الايه؟ نفس المخرج. اتحدوا في المخرج بس مختلفين في الصفه. الباء حرف شديد والميم حرف ما بين الرخوه والشده. شديد لفظ اجد قط بكت يبقى الباء موجوده، وبين رخو والشديد لان عمر يبقى الميم ايه؟ حرف ما بين الشده والرخاوه. فلانهم مختلفين في الصفه بقى اخفاء شفوي. يبقى ده
بقى ادغام التين صغير الميم مع الميم، والميم مع الباء ان ربهم بهم بقى اخفاء شفوي. طيب يا شيخ انت لسه قايل لنا في هنا واو وفي هنا فاء. بس الواو والفاء مع الاظهار، والشيخ لما جه في تحفة الأطفال قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الميم الساكنة لما يجي بعدها واو أو فاء اوعى تخفيها. ليه؟ عشان هم قريبين من بعض لقربها والاتحاد، قريبين جدا جدا وصفاتهم إلى حد ما قريبة، ولكن ده حكمها الإظهار. يبقى علشان الميم بعيد عن اللسان اللي هم ال 18 دول، فبقى عندي حرف واحد بس ليها في الإدغام وحرف واحد بس في الإخفاء الشفوي. طب تعال نشوف النون. النون ليه متوزعة ومتوزعة كويس؟ قال لي النون موجودة، بتخرج منين النون؟ لما بننطق في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت، لما نقول أن النون بتبقى فين؟ أن الصوت واقف فين؟ أبو أيمن طرف اللسان مع بيلمس أصول الثنايا العليا. بقول أن. شايف اللسان فين؟ لامس أصول الثنايا العليا، يبقى موجودة في طرف اللسان. طيب ده كلامها 18 حرف، عشان كده هي متوزعة توزيع كويس، توزيع فيه شيء من العدل يعني. اللي بعيد عنها ايه؟ ابعد حاجة بالنسبة لها ايه؟ الحلق. مش ده الحلق؟ ابعد حاجة عن اللسان، الشفتين اقرب للسان من الحلق. تمام؟ والحلق بعيد عن اللسان، علشان كده كانت الميم النون مع احرف الحلق حكمها اظهار. سبحان الله، مش عارف التليفون رن ازاي الشبكه هنا. يبقى حكمها اظهار ليه؟ انا ابقى عارف ان هي اظهار ليه؟ اظهار عشان المخرج بعيد، بيسموه تباعد المخرج. تباعد المخرج. تمام كده؟ طيب الاظهار يعني ايه؟ الاظهار ان انا هنطق النون زي ما هي، بقول انعمت، ان بقول من هاد، من لساني لو لمس فوق كده بقى اسمه اظهار. فرق كده، اقول ومن يضلل الله فما له من هاد. من يضلل لساني ما لمسش فوق، ده جه من هنا. من حط ايدك كده هتلاقي فيه صوت كده كأن ذبذبه هنا كده. من النون لمست هنا كده، ده اظهار. وهو اعلى حاجه عند الهمز والهاء، ووسط عند العين والحاء، واقل شيء عند الغين والخاء. بل انك ربما تسمع حد بيقرا للامام ابو جعفر اللي هو امام اهل المدينه في زمانه بيخفي النون الساكنه اذا وقع بعدها الغين والخاء، ولكن هي اقرب، قريبه للقاف والكاف اللي انتوا بتخفوها بقى. انها اقرب حرفين فعلا للقاف والكاف. يبقى دول بعاد قوي. واحرف الادغام قريبين قوي من النون. عشان كده بقى ادغام. يعني ايه ادغام؟ يعني حضرتك معاك حرف دخلته في الحرف اللي بعده ورحت شايل الحرف ده خالص، زي ما انا كده حطيت السده دي في قلب ايدي. موجوده؟ مش موجوده. ايدي كبرت شويه عشان دخل جواها حاجه. تمام؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. نون ساكنه بعدها ياء، نطقت الياء دي مشدده، مشدده يعني حرفين. نون ساكنه بعدها واو، نون ساكنه بعدها نون، نون ساكنه بعدها ميم.
طب ليه ما اسموش ادغام مثلين صغير؟ اصل ده عشان حرف واحد بس، انما دول 6. هيبقوا اسمهم ادغام مثلين صغير ازاي؟ معايا؟ طيب عندي سؤال تاني هنا، ليه عند اللام والراء بغير غنة؟ ليه هنا بغير غنة؟ بغير غنة يعني ادغام كامل. يعني لو حد ربنا يعافيكم ممنوع مثلا من طعام معين، دخل المطبخ حطها في بقه قفل عليها خلاص خلصت. طب لو الطعام الممنوع منه ده له ريحه، هو حطها في بقه فعلا بس ريحتها ما زالت موجوده. فالادغام بيقولنا الصفه مشي، الحرف مشي بس صفته موجوده لسه، قلنا موجوده. طب اللام والراء لا بغير غنة، بقول من ربهم، من ربهم، كأن نطقت الميم بعدها الراء مشددة بس. طب ليه عند اللام والراء بغير غنة؟ اشمعنى يعني؟ قال لي والله لأن طائفة من العلماء اللي عدوا مخارج الحروف، اللي اختلفوا في مخارج الحروف هم كام؟ 17 ولا 16 ولا 14، دول 3 أقوال للعلماء. الناس اللي قالوا ان هم 14 قالوا ده النون مع اللام والراء مخرجهم واحد. يعني في ناس بتقول، في علماء يعني انت لو قلت ان وال هتلاقي اللام تحت النون بايه؟ باقل من سنتي. جرب كده مع نفسك، قول ان وقول ال، شوف لسانك فين، تلاقي المسافة بينهم قليلة جدا جدا جدا. فهمنا ولا بقى؟ من قال ان النون مع اللام مع الراء 3 مخرجهم واحد واسقط مخرج الجوف، يبقى ال17 شلت منهم واحد بقوا 16، جمعت 3 مع بعض في مخرج واحد يبقى كده بقى 14. علشان كده عند اللام والراء بغير غنة. وفي ناس تانيين قالوا لا ده ممكن عند الواو والياء ايضا. في قراءة الامام خلف، في قراءة خلف عن حمزة، بنسمع الشيخ مصطفى اسماعيل كتير، هلاقيه ساعات بيقرأ كده من يقول، وبيقرأ للامام خلف عن الامام حمزة، فبيدغم النون في الياء والواو ايضا بغير غنة. بس خلينا هنا، يبقى اللام والراء دول من غير غنة عشان هم قريبين جدا 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 في المخرج مع النون. حتى بقول لحضرتك من العلماء من عداهم كلهم مخرج ايه؟ مخرج واحد. طيب عند الباء، هو ليه النون لما يجي بعدها باء بتتقلب ميم؟ اشمعنى ميم يعني انبئوني مثلا، ليه؟ اشمعنى؟ قال ان النون موجودة هنا والباء موجودة في الشفتين، ففي مسافة موجودة، فصعب على اللسان انه ينطق حرف هنا وبعدين يخرج للشفتين ويرجع تاني. تمام؟ طب جابوا الميم ليه؟ قالوا ان الميم عامل مشترك في النص كده، فيها من النون الغنة. النون المشددة والميم المشددة بتغنى. الشيخ الجمزوري قال كده: وغنى ميما ثم نونا شددا وتم كلا حرف غنة بدل. طب الميم فيها من الباء ايه؟ احنا لسه قايلينه من شويه، المخرج. مش الميم مع الباء في نفس المخرج يبقى فيها من الباء حته، والميم مع النون في الغنة، يبقى كأن الميم بقت عامل مشترك موجود ما بين النون وما بين الباء. فانا كده هنطق، لما انطق النون الساكنه اذا وقع بعدها الباء هنطقها كانها ايه؟ هنطقها ميم. تمام كده؟ يبقى الاقلاب موجود في حرف واحد، وعرفنا ايه هو، وعرفنا ليه بيقلب لميم اصلا. طب الاخفاء، قال لي والله احرف الاخفاء ال15 الباقيين لا هم قريب بعاد قوي زي احرف الاظهار، فيحصل لهم اظهار
ولا هم قريبين قوي فيحدث لهم إدغام. علشان كده الإخفاء زي ما بيعرفوا علماء التجويد هو حالة وسط ما بين الإظهار والإدغام. بقول أن كان، أن كان، لا قلتش أن ولا قلت كان. يعني لا أدغمت النون في الكاف أسقطتها خالص، ولا أظهرت النون بالضبط مع الكاف فلزقت في إيه؟ في أصول الثنايا العليا فوق. فبقت حالة وسط ما بين الإظهار وما بين الإيه؟ الإدغام. موجود فيها 15 حرف. طبعا دول هنا وهنا وهنا ممكن يكونوا في كلمة واحدة وممكن يكونوا في كلمتين، بينما الإدغام لا يكون إلا في كلمتين. الحكم ده موجود للنون الساكنة وموجود للتنوين أيضا. طب علامة ده في المصحف إيه؟ علامته رأس خاء. ما تلاقي النون عليها رأس خاء كده يبقى لازم تظهر. طب الإقلاب علامته إيه؟ مفيش أسهل منه، علامته الميم. بيقول لي أنا حاطط لك فوق النون ميم أهو، أو حاطط لك فوق التنوين ميم، فخلي بالك. طب علامة التنوين إيه؟ طب لو بصينا كده في تاني صفحة في سورة البقرة، حد يجيبها لنا كده من المصحف. محمد خليها حامل ده، لا حامل ده. الصفحة الثانية. هات كلمة سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم. حامل بالمصحف يا بابا. الضمتين عاملين ازاي؟ واحدة بس معمولة كده تسلم، والثانية كده. بيقول لي والله لما تلاقي الشكل ده قول سواء انطق النون، ده إظهار. غير كده هتلاقيهم ضمتين جنب بعض. مش كده؟ طيب عندك ايه تاني في الصفحة مثلا؟ لا فزادهم الله مرضا. كلمة مرضا الفتحتين بتوع مرضا دول قد بعض؟ يوصل لهم فتحتين قد بعض؟ لا لا، واحدة سابقة واحدة. سابقة ولاحقة. الشكل ده بيقول لي ده مش إظهار. الإظهار بيبقوا كده بادئين مع بعض ومنتهين مع بعض، بس طبعا مش معوجين زي ما انا راسمهم، بس بادئين مع بعض ومنتهين مع بعض. وايضا بيكون الكلام ده في الكسرتين تحت. اذا بدأوا مع بعض وانتهوا مع بعض يبقى ده إظهار. اذا بدأوا مع الواحدة سبقت الثانية يبقى ده مش إظهار. لو إقلاب بيحط لي مين تحت. يبقى عندي الإدغام، عندي ممكن أحفظ ال6 أحرف دول سهلين يعني كلمة واحدة، والباقي بقى إخفاء. تمام كده؟ طب سؤال أخير. أنا قاعد يا شيخ دلوقتي وأنا مش فاهم اللي بيتقال. مش كده؟ عادي طبيعي إن في ناس ممكن تكون قاعدة طبيعي يعني. ولكن يا إخوانا يعني الشيخ ابن عثيمين ذات مرة بيقول ذلك، فبيقول بيسأل واحد من القاعدين انت عارف انا بقول ايه؟ قال له لا. فقال له ليش تعب نفسك يعني؟ قال له يا شيخ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالشيخ علق قال أردنا أن نعلمه فعلمنا. كنا عايزين نعلمه فقال علمنا. فأنا ممكن يعني ده ممكن تجويد، أنا ممكن ما أكونش درسته أو حد بيشرح مثلا أصول فقه، أو حد بيشرح مثلا علم متخصص من علوم الشريعة وكده، وأنا ما عنديش. فأنا هقعد، أنا لما بقعد هنا بنتظر رحمة منتظرة من عند الله سبحانه وتعالى. ويعني الملائكة تحف هذا الجمع يعني أحسب يعني حتى السماء. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.